المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، لكن قبل ذلك إليكم هذا الإعلان. سيجري فخامة الرئيس إسياس أفورقي يوم السبت 19 من يونيو الجاري لقاء مع وسائل الإعلام الإريترية حول الأوضاع الراهنة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وزارة الإعلام. نتابع تفاصيل النشرة بعد هذا الفاصل التي نستهلها بالعناوين. كلية حمل مال الزراعيات تخرج 200 طالب بشهادتي البكالوريوس والدبلوم. مدينة تسني تشهد إجراء عمليات جراحة العيون. بدء حملة التنمية الصيفية للطلاب في إقليم عنسبة. الحكومة السورية تسحب قواتها بالكامل من السويداء. حداد بالعراق بعد مقتل العشرات في حريق بمركز تجاري. وميدفيديف يقترح توجيه ضربات وقائية ضد الغرب. أهلا بكم. خرجت كلية حمل مال الزراعية اليوم 17 من يوليو 200 طالب بشهادتي البكالوريوس والدبلوم، 52.5% منهم طالبات. حصل 160 من الخريجين على شهادة البكالوريوس و40 آخرين على شهادة الدبلوم، وقد أكملوا دراستهم في علوم البذور وعلوم الحيوان وصحة النبات وعلوم الخضروات والفواكه والطب البيطري وموارد الأراضي والبيئة والتغذية وتكنولوجيا الأغذية. وذكر عميد الكلية البروفيسور ولد أملاخ أرأيا أن من المتوقع أن يساهم الخريجين في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للبلاد بالمعرفة والمهارات المكتسبة في الكلية. من جانبه قال ضيف الشرف وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي جبر سلاسي، قال إن مكافحة الأمية والفقر تبدأ بضمان الغذاء عالي الجودة للمواطنين في المجالات التي تعلمها الخريجون، معربا عن أمله الراسخ بأنهم سيساهمون في التنمية الوطنية المنشودة. وأكد ممثل الخريجين أنهم مستعدون لرد الجميل للشعب والحكومة مقابل تعليمهم المجاني. وفي الختام تم توزيع الميداليات على الطلبة المتفوقين، هذا وقد خرجت كلية حمل مال الزراعية في مختلف مجالات الزراعة وفي 18 جولة 6791 طالبا وطالبة. أفاد السيد ألم زكرياس من البرنامج الوطني لمكافحة الضرر أنه تم إجراء عمليات بياض العين في تسني ل 323 مواطنا ظلوا يعانون من ذلك المرض. وأوضح أن العمليات التي أجريت من 13 وحتى 16 من يوليو هي ضمن الخدمات التي تقدم للمواطنين بإجراء فحوصات عامة ومتنقلة بهدف مكافحة العمى بإزالة المسببات والأضرار الناجمة عن أمراض العيون. وحث سكان إقليم القاشبرك على إجراء فحوصات لأعينهم وارتداء النظارات الشمسية، مع العلم أن مناخ الإقليم مشمس ومصحوب بالرياح الذين يؤثران على عدسة العين ويؤديان إلى الجلاكوما مع مرور الزمن وعدم معالجتها. وأوضح إخصائي العيون في مستشفى برهان عيني الدكتور إيوب بياني بدوره أن البرنامج هو أحد أكبر البرامج الدائمة لوزارة الصحة الهادف لمعالجة المواطنين المقيمين في المناطق النائية ومن لا يتمتعون بمن يرعاهم والمحتاجين، مشيرا إلى أنه يسجل نجاحا سنويا. وأشاد المواطنون الذين أجريت لهم العمليات بالخدمات الطبية والرعاية التي تلقوها ضمن برنامج ضمان الصحة العامة التي تقوم بها وزارة الصحة. وزعت وزارة الزراعة يوم 11 من يونيو الفراخ لتوسيع أنشطة تربية الدواجن في مديرية هبرو في محاولة لتنفيذ استراتيجية الغذاء الآمن والمغذي للجميع في كل مكان، وكذلك تحسين سبل عيش المواطنين. وفي إطار البرنامج تم توزيع 7625 فرخة على 590 مواطنا، 86% منهم من النساء، وذلك في سمان إدارة الضاحية وفقا لمسؤول الزراعة في المديرية السيد عند مريم سلمون.
وأوضح أنه على الرغم من أن الدجاج البلدي مقاوم للأمراض بطبيعته، إلا أنه ليس جيدا كما ينبغي في إنتاج البيض. وأضاف أن الدجاج الذي تم توزيعه في وقت سابق ساهم في تحسين معيشة المواطنين، ونصح المستفيدين بالعناية المناسبة به، لأن هذه الفراخ يمكن أن تنتج ما هو أبعد من احتياجات الأسرة إذا تم الاعتناء بها بشكل صحيح. بدأت حملة التنمية الصيفية للطلاب في إقليم عنسبة بمشاركة أكثر من 6000 طالب في 38 نقطة في الوقت الذي حدد له حسب البرنامج. وتجري الحملة عبر الطلاب الذين قدموا من 25 مدرسة مختلفة بالتنسيق بين فروع التعليم على مستوى الإقليم وإدارات المديريات، والعمل يتضمن صيانة وبناء القنوات الحوضية والحواجز المائية، وجمع الحجارة لبناء المدارس والحفر للتشجير، بالإضافة إلى مساعدة أسر الشهداء والمحتاجين في الأنشطة الزراعية. وذكر منسق برنامج الحملة الصيفية للطلاب في فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ ملس قلتة، ذكر أن الحملة تجري للمرة 27 هذا العام بدءا من 7 يوليو الجاري حسب ما وضع في خطة التنفيذ لهذا العام بالتنسيق مع إدارة الإقليم ووزارة التعليم. وقال إنه تم تجهيز أكثر من 450 ألف شتل هذا العام في مشاتل عتكريزان وربع عنسبة وحمل مالو وحلحل وقلب. وأكد المشاركون أنهم منخرطون في العمل الموكل إليهم بمعنويات عالية وتفانين. استشهد عضو الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بمؤسسة الريكيوب المنادل تخل برهان في السهية عن عمر ناهز 84 عاما جراء مرض ألم به. والتحق المنادل تخل برهان في السهية بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في شهر فبراير من عام 1975، وناضل ضمن وحدات القوات القتالية والمواصلات والزراعة والأسلحة الثقيلة والبناء والمدرسة الفنية للثورة في سنوات النضال، ثم عمل في التنمية الاقتصادية وإدارة الممتلكات، ثم عين في الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بمؤسسة الريكيوب بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل تخل برهان في السهية رب أسرة وأب لابن واحد، ووري جثمان الثرى ظهر 14 يوليو في مقبرة الشهداء بأسمرة. يعرب مكتب مؤسسة الريكيوب بالشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة عن بالغ حزنه باستشهاد المناضل تخل برهان في السهية، ويعزي زويه ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، سحبت السلطات السورية قواتها بالكامل من محافظة السويداء في جنوب سوريا تزامنا مع إعلان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع التكليف فصائل درزية مسؤولية الأمن وتنديده بالتدخل الإسرائيلي. وجاء إعلان دمشق بدء انسحاب قواتها من المحافظة بعد ما أشارت إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء يضم 14 بندا، وينص أبرزها على إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ الدروز للإشراف على عملية التنفيذ. وشن الجيش الإسرائيلي هجمات جوية على مقر رئاسة الأركان في دمشق وعلى ما وصفه بهدف عسكري في محيط القصر الرئاسي، فيما أفادت السلطات السورية بسقوط 3 قتلى. وتوالت ردود الفعل الدولية على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا ومناطق في العاصمة دمشق، إذ اعتبرت روسيا الضربات الإسرائيلية انتهاكا لسيادة سوريا والقانون الدولي، وتستحق إدارة قوية بحسب الخارجية الروسية. بدورها دعت الصين إلى احترام سيادة سوريا بعد ما شنت إسرائيل ضربات على مواقع تابعة للسلطة السورية دعما للدروز.
أعلن العراق الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحريق الضخم بمركز تجاري وسط مدينة الكوت جنوب بغداد الذي أسفر عن أكثر من 60 قتيلا. وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن 61 شخصا لقوا مصرعهم في الحريق. وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي إن السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول وكل من له علاقة، ولم يعرف بعد سبب الحريق. وأوضح المحافظ أن الجهات المعنية تواصل التحقيق في الأمر، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة للرأي العام بكل شفافية. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي النيران تلتهم المبنى المكون من 5 طوابق في مدينة الكوت طوال الليل، في حين كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق. نقلت وكالة التاس الرسمية للأنباء عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق قوله إن الغرب يشن فعليا حربا واسعة النطاق على روسيا. وأضاف الرئيس الروسي السابق أنه يجب على موسكو أن ترد بشكل كامل وتوجيه ضربات وقائية إذا لزم الأمر. ورفض ميدفيديف تعليقات مسؤولين غربيين بأن روسيا يمكن أن تهاجم أوروبا، ووصفها بأنها محض هراء. وقال ميدفيديف إن روسيا ليس لديها أي نية لمحاربة حلف الشمال الأطلسي أو مهاجمة أوروبا. أفادت هيئة إدارة الكوارث الحكومية في باكستان بمقتل 54 وإصابة 227 آخرين أغلبتهم في إقليم البنجاب، وذلك في الساعات 24 الماضية جراء الأمطار الموسمية الغزيرة. وهطلت أمطار غزيرة ومتواصلة على مختلف أرجاء البنجاب مما أدى إلى فيضانات. وبعد إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان، ويعتمد الملايين هناك على الزراعة. وطلب من المواطنين يقيمون في مدينة روالبندي على مقربة من العاصمة إسلام آباد إخلاء المنطقة بعد ارتفاع كبير في منسوب المياه. وقالت الناطقة باسم الهيئة إدارة الكوارث الحكومية أيضا أن نحو 180 شخصا قتلوا، بينهم 70 طفلا، وأصيب نحو 500 منذ بدء موسم الأمطار في 26 من يونيو الماضي. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. كلية حمل الموارد الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مدينة تسنية تشهد إجراء عمليات جراحة العيون. بدء حملة التنمية الصيفية للطلاب في إقليم عنسبة. الحكومة السورية تسحب قواتها بالكامل من السويداء. حداد بالعراق بعد مقتل العشرات في حريق بمركز تجاري. وميدفيديف يقترح توجيه ضربات وقائية ضد الغرب. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.